القهوة يا دكتور. متشكرين يا مدام. ممكن بقى حضرتك تسيبينا لوحدنا؟ ليه أسيبكم لوحدكم؟ معلش سيبيني لو سمحتي واقفلي الباب وراكي. لا يا جلال، مش هيتقفل الباب. أنا مش من حقي أعرف إيه الغموض اللي في بيتي ده ولا إيه؟ يا ست هانم، انت زعلانة من وجودي كده ليه؟ أرجوك يا أستاذ، أنت مش جاي تتكلم في موضوع؟ يا ست هانم الحكاية نجوى أرجوكي، إحنا في بيتنا وده راجل ضيف. ولو أستاذ عبد الحميد، أنت ليه مش عاوز تتكلم؟ الحقيقة يا ست هانم ده موضوع بيني وبين الدكتور جلال. يعني إيه؟ أنت تعرف الدكتور جلال قبل كده؟ جلال نجوى أنت تعرفه؟ أرجوكي، مش معقول كده أبدا. سيبينا لوحدنا لو سمحتي. نتكلم بقى في الموضوع. اتفضل. أنا جاي آخد بنتي. بنتك؟ بنتك مين؟ بنتي اللي عندكم. مين هي بنتك اللي عندنا؟ سحر. سحر؟ أيوه سحر تبقى بنتك؟ أيوه بنتي يا دكتور جلال. أستاذ عبد الحميد، أنت متأكد؟ أيوه متأكد وعندي الإثباتات. بس سحر بتقول غير كده. تقول اللي تقوله. هي مش موجودة. موجودة؟ وأنا لك علي أخليها تقول لك إنها بنتي. ممكن، بس لا بلاش سحر دلوقتي. خلاص بلاش سحر دلوقتي، أنا أحكي لك الأول. اتفضل يا أستاذ عبد الحميد. في يوم من الأيام أنا كنت ماشي في الشارع. لو سمحت لحظة واحدة يا دكتورة. أيوة بس أنا عاوز أتفق معاك أنت الأول يا لا دكتور. لا 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 استنى بس يا دكتورة، يا شوقي لازم يسمعوا الحكاية معايا. تعالوا اتفضلوا. في حاجة يا دكتور؟ ايه خير؟ اتفضلوا اسمعوا معايا حكاية سحر. ايه؟ هو الأستاذ يعرفها؟ دي بنتي يا ست هانم. سحر بنتك؟ انت متأكد؟ لو سمحتوا اتفضل يا أستاذ عبد الحميد. في يوم وأنا ماشي في الشارع لقيت سحر قاعدة على الرصيف وبتعيط. الله، يعني مش بنتك؟ أرجوك خليني أكمل وبعدين يبقى أسأل. اتفضل. أنا لقيتها قاعدة بتعيط في الشارع. ما تخافيش يا شاطرة، ما تخافيش، أنا هوصلك لأبوكي. أبويا سافر بره. وأمك فين؟ كنت معاها وتهت منها. تهتي منها فين؟ معرفش. طب فين بيتكم؟ في اسكندرية. اسكندرية؟ وإيه اللي جابكم مصر؟ كنت جاية مع ماما. طب تعرفي عنوان بيتكم في اسكندرية؟ معرفش حاجة. ايه وبعدين؟ طب ليه بتقول إنها بنتك؟ سيبيه يكمل يا نجوى. أنا قلت أخدها تقعد معانا بدل ما تتبهدل في الشوارع ولا. مفهوم. ها وبعدين؟ لكن أنا بلغت البوليس إنها عندي، إن ظهر لها أهلا وسهلا. ايوه يا استاذ عبد الحميد. مراتي فرحت بيها فرح الدنيا كأنها بنتها، والبنت كمان طلعت نبيهة وذوق وحنينة. وانتوا عندكم عيال قد ايه يا استاذ عبد الحميد؟ احنا ما عندناش يا ست هانم، ما خلفناش. عشان كده بعدين الكلام ده يا شوقي، بعدين. طب لما انت ومراتك بتحبوها كده، امال زعلت منكم ليه؟ ما انا هقول لكم اهو. انا الحقيقة انا بحب سحر جدا، ومراتي طول الليل كانت واخداها في حضنها، والصبح ما كانتش ترضى تصحيها الا لما تشبع نوم، واذا سمعتني بعمل اي صوت كانت تمشي على طراطيف صوابعها وتيجي تقول لي. بس بقى يا عبد الحميد، البنت تقلق، حرام عليك. واول ما سحر تصحى وتهل علينا في الصالة ومراتي تسمع صوتها: ماما يا ماما. يا صباح الفل، يا صباح الهنا. ايه يا اخواتي القمر اللي طالع يتسحب من جوه ده؟ صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا بابا. تعالي يا حبيبتي يا تعالي. صباح الخير يا ستي. انا خلاص القمر شبع نوم يا سحر. كل يوم يا ماما تقولي القمر. برافو عليك يا سحر. القمر ايه وبتاع ايه؟ ما خلاص ده لقوه مليان حجارة وتراب وزلط كمان. لا يا اخويا، القمر بتاعنا ما فيهوش غير القشطه والعسل. يلا يا حبيبتي يلا عشان اغسل لك وشك. ها عبد الحميد، الفطار يا اخويا جاهز. يلا يا سحر يلا يا حبيبتي. مراتك دي ست عظيمة جدا يا أستاذ عبد الحميد. فعلا